تخيل معايا كده إنك اتحطيت في موقف صعب في حياتك، موقف بسببه ما بقتش عارف تتصرف ازاي أو تعمل ايه. وحتى لو مش هنتخيل احنا كتير ناس مننا بيحصل معاهم نفس الموضوع. تلاقي أزمة كبيرة في حياتك بتخليك عاجز عن التفكير، وتلاقي كل الطرق مسدودة والحلول اختفت، ويبدأ اليأس يتسلل ليك واحدة واحدة. لو انت حصل لك كده فعلا هتعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على قصة أصحابها تعرضوا لنفس الموقف ده بالظبط. الثلاث أشخاص اللي دخلوا غار يحتموا بيه من المطر، وقعت صخرة كبيرة من الجبل سدت باب الغار عليهم. كان ايه تفكير الناس دول وقتها؟ طبعا في مكان مش موجود فيه طعام أو شراب ولا أي حد قريب منهم يستغيثوا بيه. ما كانش قدامهم غير حاجة واحدة بس، اللجوء إلى الله بالدعاء. كل واحد فيهم دعا ربنا بأحد أعماله الصالحة لعلها تكون منقذ ليه من المحنة، وبالفعل ربنا استجاب دعائهم وانفرجت الصخرة. أصحاب الغار مش قصة بنتسلى بيها، أصحاب الغار حاجة حقيقية بتحصل معانا بشكل مستمر، وعبرة لازم نعتبر بيها. بتبين لنا قد إيه إن الدعاء واللجوء إلى الله هو أفضل وسيلة تحل بيها مشاكلك وهمومك اللي ممكن تكون فاكر إنها ما تتحلش، وإن أعمالك الصالحة في يوم من الأيام أكيد هتكون منقذ ليك من حاجات كتيرة. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.